يوم جديد، يوم جميل. طبعا بنفس الجاكيت ده مفضل عندي جدا، لان الحاجات المميزه يعني في حياتي، لان شاف كتير وانا من نوعيه اني بحب احتفظ بالحاجات اللي بتقعد معايا بقى كتير، لان يبقى شاف الحلو وشاف الوحش معايا. فلو بتسال بوي بيتحرك ليه، البونبوني ده انا بتاع زمان بحب اقول عليه بونبوني وكده. طعمه جامد جامد وبحبه جدا وبروح اشتريه مخصوص. النهارده احاول ان انا اتمرن، احاول مش اكيد، لان انا بتمرن بعد الشفت، وبعد الشفت ده بيبقى الساعه 3 او 4، فببقى مش قادر. احاول اتمرن النهارده. نور الخجول من الكاميرا انزله. ايه رايك؟ انا وكابتن نور مش هتمرن، انا مش قادر اتمرن. انا عايز اتمرن، ما عنديش مشكله، بس هم منعني بدل منعنا نتمرن، بس مش هنيأس. اتمرن في البيت. الله اكبر يا كابتن نور. ثباتات فوق، ثباتات ثباتات. ودي وخلصنا الشيفت بتاعنا. طبعا ما اتمرنتش زي ما قلت لكم. وده كابتن نور. انا في طريقي للمروح عشان زي ما انتم شايفين صاحي من بدري وبايظه خالص. نايس. قول لهم حاجه صح. Don't do bodybuilding. انت بتنهج ليه كده؟ تعبت ايه؟ اوه ماي جاد. يلا نتكلم في البيت بقى. ووصلنا البيت وعدنا اليكم من جديد. كلمتي طبعا المفضله بعد ما ببطل فيديوهات فتره طويله ارجع اقول الجمله دي. في حاجه كنت عايز احكي عنها، وهي القرايه مهمه جدا وحلوه جدا ليك بشكل عام. بتنمي مهاراتك، بتنمي تفكيرك. فجاي لكم النهارده بكتاب. الكتاب ده تقريبا من اكتر الكتب اللي غيرت تفكيري وغيرت اسلوبي، خلتني ازاي احقق اهدافي واحقق الحاجه اللي انا عايزها. والكتاب هو نقطه التركيز. الكتاب ده جامد جدا، لان هتلاقوا فيه حاجات كتير كده انا حاططها وماركرز وبتاع، عشان الكتاب ده انا كل شويه برجع له من فتره للتانيه، عشان حقيقي الكتاب ده من اكتر الكتب اللي برجع لها لما بقع في حاجات او ببقى عايز افهم حاجات معينة في التخطيط وفي تحديد الاهداف والحاجات دي. الكتاب ده للمؤلف براين تريسي. مش عارف قلت اسمه صح ولا لأ، بس هنحاول عشان الفوكس. ابعد الفوكس يا جدع اهو. براين تريسي. الكتاب ده انصح بيه وبشدة، لان ده من اول الكتب اللي بدأت بيها في حياتي وغيرني للي انا عليه دلوقتي. فالكتاب ده من اكتر الكتب اللي بنصح بيها اي حد عايز يبتدي قرايه، لان فعلا بسيط وهيخليك بتحب القرايه. والمؤلف ده حقيقي انا قريت له كميه كتب، لان بيلخص الكلام مش بيلوك كتير، لان في مؤلفين كتير بيحبوا يضيفوا كلام عشان الكتاب يبقى كبير ومليان صفح كده، فتقدر ان انت تبقى مستمتع وانت بتقراه. ولكن معظم الكلام اللي بيتقال احاديث ملهاش لازمه، او مواقف ملهاش اي لازمه عن المعنى او عن الحاجه اللي انت بتدور عليها من الكتاب ده. وده احسن كتاب تقدر تستثمر فيه فلوسك ووقتك لسنه 2026. وبس كده، ده كان فلوج النهارده، وممكن يكون مع كتاب تاني او على حسب انا هيجي في بالي ايه افيدكم بيه. وبس كده، سلام.